ازيكم يا رجاله عاملين ايه؟ واحد بس طالع يقول كلمتين على الخناقه اللي دايره مع كابتن مدحت شلبي واعلامي قناه النادي الاهلي. شوف يا صاحبي، هو اصل الخناقه ايه؟ مانشستر سيتي والهلال كان بيلعب امبارح ماتش، فمانشستر سيتي جاب جون. انا كرأيي كواحد زملكاوي هو ظالم، وهو ده اللي احنا بنعاني منه بقى في الدوري المصري، ونقعد نشتكي ونهلل ويقول لك بتاع نظريه المؤامره انه ايه. ببساطه واختصار، والله ما ليه علاقه ان انت اهلاوي، واسمعني وحضرتك اكيد اتفرجت. الموضوع ببساطه ان اللاعب الجزائري الكره جت في ايده، ردت من ايده، قام رايح لعبها. حلو الكلام. تاني هرجع واقول لك، انا مش مشكلتي ان هي جت في ايده وان الحكم ما شافهاش، انا مشكلتي ان هي ما تتعادش في الفار، وان الحكم وان المخرج ما يعيدها لناش. يا عم اكد لي ان انا غلط. فطبعا كلنا شفنا الانفعال الاوفر بتاع كابتن مدحت، ولدرجه انه قال للحكم خسئت يعني كانه ايام الجاهليه. انا معاك ان ده مش فير في التعليق، ولكن حط نفسك مكانه، راجل شغال في قناه سعوديه، الفريق الوحيد السعودي اللي عدى دور ال 16، فمنطقي يعمل كده. فانا ممكن ابلعها له شويه، ولكن هنا انا بكلم الاهلاويه بقى، وبالذات المذيع بتاع قناه الاهلي ده، ماليش دعوه بالجمهور. يعني الجمهور من مصلحته انه حتى لو حاجه ظلم واتحسبت له، طب صباح الفل. فاهم ازاي؟ لكن انا بتكلم المذيع بقى اللي طلع وزعلان قوي ده. معلش يعني، هي كانت فين المهنيه في كرة مروان محسن لما داس على رجله في ماتش الجونه والنتيجه 1-0 للاهلي؟ اه. والمذيع المباراه ما اتكلمش عنها، والاخراج ما جابهاش، والفار ما عادهاش. يا عم بلاش دي. كرة الاتحاد السكندري اللي طلعت ردت في ايد يحيى عطية الله، ونفس الفكره. فانت ما تعمليش ملاك يا حبيبي. الكور دي بتحصل مع الاهلي، وليكن مثلا هنقول ان هو 25 اسبوع، حصلت معاه مش اقل من 10 12 اسبوع السنه اللي فاتت، ومحدش فتح بقه. انا مشكلتي مع اعلام الاهلي ان هي طول ما هي معايا فهي حلال حلال، واول ما تبقى عليا. هي المشكله ان هي مش عليك. يعني ده ماتش ما يخصكش. ايه مضايقك في ماتش بين الهلال ومانشستر سيتي؟ ما فهمتهاش. وانا شايف ان هي خناقه ملهاش داعي. وابراهيم فايق طلع طبعا سفله الاعلامي ده على الهوا، وراجل محترم وحقه. فمعرفش، احب اسمع رايك في الكومنتات من غير ما تاخدها على نفسك بقى، وان انا زملكاوي وشايف نظريه مؤامره وبتاع. وقول لي رايك، جايز انا غلطان.